السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده حبايبي بقى جايه لكم بوصفه حلوه قوي كده من وصفاتنا. النهارده هنعمل مع بعض رموش الست. بنشتريها طبعا من المحلات، وبتبقى يعني حاجه كده مميزه كده في طبق الحلويات اللي بنجيبه. كلنا بنحبها، اطفال وكبار كله بيحبها. هعملها لكم بطريقه حلوه قوي، وبتدوب دوب كده في البق زي ما انتم ما شايفين كده، حاجة بجد عظمة. هنبدأ في المقادير بتاعتنا، نسمي الله كده ونبدأ. معايا دي نص كوباية من دقيق السميد، دول بيضة وصفار بيضة. دي نص كوباية جوز هند، نص كوباية سكر بودرة. ده صفار البيضة يعني انا معايا للوصفة بتاعتي بيضتين. خدت بيضة وصفار بيضة، وشلت صفار بيضة على جنب، ودول معلقتين كبار من لبن من لبن البودر. هاخدهم كده على البوتاجاز احمرهم اهو. بصوا في لمح البصر حمرنا معلقتين اللبن البودر، واركنهم كده على الجنب. ومعايا كوبايتين من الدقيق، ومعايا ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر والفانيليا طبعا. ومعايا نص كوباية من السمنة ونص كوباية من الزيت. هنبدأ بقى في الوصفة بتاعتنا كده. هنسمي الله كده، ده نص كوباية سمنة على نص كوباية زيت. هاخدهم مع بعض كده في بولة كبيرة كده اهو. الوصفة بتاعتنا ولا محتاجة مضرب ولا محتاجة عجان ولا محتاجة حاجة خالص، هنقلبها بمضرب يدوي خالص. ولو بالمعلقة كمان لو بإيدك مفيهاش أي مشكلة. هناخد كده نص كوباية السمنة على نص كوباية الزيت على نص كوباية السكر البودرة. وهقلبهم كويس قوي كده مع بعض لحد ما يعني اشوف كده السكر البودرة كده دايب كده فيهم. وهبدأ انزل بقية المقادير بتاعتي. تمام، قولوا تمام. يلا بقى اللي ما حطليش لايك للفيديو حطوا لي لايك، عشان الفيديو هيعجبكم جدا وفيه تكات مهمة جدا لرموش الست عشان تنجح معاكم. تمام. دول البيضتين بتوعي زي ما قلت لكم، بيضه كامله وبياض بيضه. صفار البيضه انا ركنته على جنب. تمام. وهناخد طبعا بيض يعني فانيليا. هناخدهم بقى كده كويس مع بعض وهنقلبهم كويس قوي لحد ما الاقي كده صفار البيضه كده والبيض كله داب في بعضه طبعا. وايه، واتاكد يعني ان المقادير بتاعتي امتزجت كويس مع بعضها. تمام كده. هنقلبهم كويس قوي كده اهو قبل ما نضيف بقيه المقادير بتاعتنا. يلا حبيبي كده نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ومعايا كده بقى دول كوبايتين الدقيق، كوبايتين دقيق اللي هي كوباية الشاي العادية المج العادي. هاخد عليهم معلقتين اللبن البودر اللي انا حمرتهم في بداية الفيديو. آه، اهو خدت معلقتين اللبن البودر على كوبايتين الدقيق، على نص كوباية جوز الهند، على نص كوباية السميد. السميد ده اللي هو دقيق البسبوسة يا بنات. على ربع معلقة من البيكنج باودر، ربع معلقة، ما تزودوش عن كده. البيكنج باودر لو زاد هيبوظ الوصفة. تمام. طبعا ما تنفعش من غير بيكنج باودر، لازم بيكنج باودر بس ما نزودش، ربع معلقة يعني بالظبط كده. ونقلبهم كويس مع بعض اهو. يعني ربع معلقة كبيرة، لو معلقة صغيرة هيبقى يعني مش نصها، اقل من نصها، حاجة بسيطة خالص. وهنقلبهم كويس قوي كده مع بعض مع بقية المقادير. المقادير انا هكتبها لكم في صندوق الوصف علشان ما تتلخبطوش. هي مش مقادير مش كتيرة ولا حاجة. انتوا بتهيألكوا ان المقادير كلها كتيرة، لكن هي والله ولا كتيرة ولا حاجة. هكتبها لكم علشان ما تتلخبطوش فيها. ودي رشة ملح اللي انا حطيتها كده على الدقيق، حاجة كده لا تذكر من الملح. وهاخدهم بقى كده على الخليط بتاعي، وهعجنهم بقى بالمضرب بايدي كده، يعني عجنة بسيطة خالص. ما تطوليش في العجن فيهم، يا دوب بس المكونات كلها تمتزج مع الدقيق. وخلاص على كده ادي الوصفة بتاعتنا. هنبدأ بقى في التكات المهمة اللي هنقول عليها بقى. تابعوا الفيديو بس للآخر. وصل معايا للفيديو لحد كده يحط لي لايك علشان يكبر الفيديو. وان شاء الله باذن الله احاول على قد ما اقدر ان انا انزل معاكم وصفات كل يوم. طبعا انا غصب عني شغلي طبعا ما بعرفش اصور كل يوم. الجو حر، الكهرباء بتقطع، بنجري بسرعة علشان نعمل حاجتنا. فطبعا ايه، فاعذروني ان انا ما بنزلش فيديوهات يومي. فان شاء الله باذن الله احاول على قد ما اقدر ان انا انزل كل يوم فيديو. تمام. ادي كده خدناها كرة صغننة كده. طبعا عجنتها زي ما انتوا شفتوا كده، عجينة بسيطة خالص مش محتاجة عجن كتير ولا الكلام ده، يدوب ان هي المقادير كلها امتزجت مع بعض وخلاص على كده. لما تيجي تشكليها ولقيتيها مثلا ان هي مثلا سمنتها كتير وكده، ما تقوليش هحط دقيق. اوعي 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 تضيفي اي مواد تانية من الدقيق ولا السميد ولا اي حاجة. المقادير دي مظبوطة على الوصفة اللي انا بقولك عليها. هي عادي بتنزل سمنة كده عادي، مفيش مشكلة. ما تضيفيش اي مواد جافة تاني على الوصفة.
اهو انتوا زي ما انتوا شايفين انا ايدي كلها اهو سمنه وكده، بس انا ما ضفتش اي حاجه ولا هتفرش معاك ولا حاجه خالص. دي المقادير المظبوطه. باخدها زي كرة صغيرة كده وبعمل لها كده من الطرف كده، بديها تكة كده بصباعي من الطرف كده من هنا ومن هنا علشان تديني اللي هي سحبة العين، يعني تبقى زي العين كده بالظبط. وانا مش عارفة ليه سموها رموش الست، بس ايه يلا هي ماشي معاها برضو الاسم، يمكن علشان هي زي رسمة العين، الله اعلم. اهو كده زي ما انتم مش شايفين، حاجات بسيطة خالص كده. ودي صينية مدهونة سمنة. الصينية يعني يستحسن ان هي تكون صينية ألمونيا اللي احنا نسوي فيها. تمام، دهنها سمنة. وطبعا زي ما انتوا شايفين انا رصيتهم كده بين كل واحدة وواحدة فراغ بسيط، هي مش هتفرش معايا ولا حاجة، بس يعني الاحتياط يعني خلوا بين كل واحدة وواحدة كده مساحة بسيطة. لو فرشت هتفرش حاجة بسيطة خالص، لان احنا مش مزودين بيكنج باودر. ودي كده صفار البيضة اللي انا كنت شايلاه في بداية الفيديو، حطيت عليه معلقة صغيرة من الخل ورشة فانيليا، وقلبتهم كويس قوي كده مع بعض. وبدهن دهنة بسيطة كده لوش الرموش كده اهو. وبعد ما خلصت جبت شوكة كده نديها بقى ايه اللي هي ايه شكل الرموش، يعني زي ما بنشوفها كده بره بيبقوا عاملينها كده، تبقى عاملة زي شكل الرموش بظهر الشوكة كده. وبمشي عليها بسيط خالص كده اهو قبل ما ادخلها الفرن. طبعا الفرن انا مشغلاه قبل ما ابدأ في الوصفة، لازم الفرن يكون سخن جدا، يكون على درجة حرارة 180، وبتحطيها على الشبكة، شبكة الفرن مش على الأرضية. وبتسيبيها طبعا بتاخد لون من تحت ومن فوق. بعد كده بتخرجيها، بتبقى كده تسويتها مظبوطة. تمام، اهو كده زي ما انتم شايفين حاجات بسيطة خالص. مرضيش اسرع معاكم الفيديو ولا اقطع منه حاجة، علشان كلكم تستفادوا من الفيديو. لان الوصفة في ناس كتير ما بتنجحش معاها، وصفة رموش الست بتنشف او بتكبر قوي كده عن حجمها. فلا، دي الوصفة دي المقادير دي مظبوطة، وجربتها كذا مرة قبل ما انزلها معاكم على القناة. معايا بقى للشربات بتاعها او السيرب بتاعها كوباية من السكر ونص كوباية تاني من السكر، يعني كوباية ونص سكر، خدت عليهم كوبايتين من المية. كوباية ونص سكر انا خدت عليهم كوبايتين من المية، ممكن تاخدي عليهم كوباية ونص بس مية. هو السيرب بتاعها ولا بيبقى تقيل ولا حاجة، هو بيبقى خفيف زي السيرب البسبوسة بالظبط. حطهم على البوتاجاز، اوعي تحطي فيهم اي معلقة علشان ما يسكرش معاكي، لا سيبيهم على البوتاجاز، السكر هيدوب لوحده وهتغلي لمدة 5 دقايق. بعد كده ضيفي عليها رشة فانيليا وخلاص. الشربات يكون سخن جدا، والرموش بتاعتي تكون لسه طالعة من الفرن سخنة جدا، وبسقي على طول كده زي ما انتم ما شايفين الشربات ده كله هي هتشربه. ده طبعا من نجاح رموش الست بتاعتنا، هتشربه زي البسبوسة بالظبط. الشربات سخن، الرموش سخنة جدا. اهو كده بقى قدمناها بقى في طبق التزيين كده زي ما انتم شايفين، ورشينا عليها شوية فستق كده. حاجة كده بجد في منتهى الجمال، دايبة دوب وبتدوب في البق دوب، بجد بجد جميلة. وكل بقى تاني يوم كمان بتبقى أجمل وأجمل، لما بتبيت بتبقى في منتهى الجمال. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة دعوة حلوة كده منكم، وتقولوا لي رأيكم كده في الكومنتات. سلام.